السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم قناة شيكالاستيك. هنقدم النهاردة مع بعض الكشري، أكلة مصرية جميلة. كلنا طبعا بنحبها. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نشوف مع بعض المكونات. معانا معلقتين توم كبار، معانا كوباية عدس، ومعانا كوبايتين رز، ومعانا برضو نص كوباية عدس صغيرة صفرة، ومعانا هنا تتبيلة الصلصة، سر الخلطة بتاعتنا. وطبعا الصلصة بتاعتنا معانا. ومعانا هنا الشعرية اللي هي طويلة زي بتاعة المحلات، دي جايبها من عند العطار. ومعانا هنا البصل ده الشرايح، تقطع شرايح عليه نشا ودقيق وملح. ومعانا هنا آه، مكرونة مسلوقة محطوط عليها معلقة زيت. وطبعا البصل الصغير اللي احنا هنعمل بيه الكشري نفسه. ومعانا هنا الحمص بتاعنا. معانا هنا حلة فيها معلقتين زيت كبار، ومعاهم معلقة توم كبيرة زي ما انتوا شايفين كده معايا. ونقلبها كويس لغاية ما تاخد اللون الذهبي بتاعنا. بعد كده هنحط عليها معلقة كزبرة ناشفة، وبننزل عليها بالصلصة، وبنزل عليهم بالخلطة السرية بتاعة الصلصة. بس على حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا حسيت ان الكمية دي كبيرة فحطيت حبة، شلت منهم حبة، بس بتدي للصلصة ريحة وطعم زي اللي بره بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. وهسيبها تتسبك معايا. وانا بحب احط على الصلصة معلقة دبس الرمان، بتدي طعم وريحة حلوة قوي في الصلصة زي ما انتوا شايفين كده معايا. هتسيبها تتسبك. ولو كنت وصلت معايا للحظة دي، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنا بنحط معلقتين كمون. الكشري عامة بيحب الكمون الكتير، سواء في الصلصة، في الرز، في الدقة، في كل حاجة. معانا هنا طاسة فيها زيت، والزيت ده سخن جدا. هنحط فيها الشعرية. انا كسرتها حاجات بسيط كده زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها في الزيت ونحمرها، وبعد كده هنشيلها على جنب. بس الشعرية دي مش زي الشعرية الصغيرة، بتتحمر بسرعة جدا، فلازم تكوني عينك عليها واخدة بالك زي ما انت شايفة كده معايا. كده بعد ما شلناها واتحمرت، نفس الزيت برضو لان الكشري بيحتاج زيت كتير. هنحط عليها البصل. انا حطيت عليه معلقة نشا ومعلقة دقيق عشان ينشف معايا ويقرمش. وبحط معاهم ذرة ملح، ما بيخليهاش تتحرق بسرعة، وفي نفس الوقت اللون كله بيبقى واحد، بيبقى لون ذهبي جميل. طبعا بنقلبها كويس عشان طبعا بيبقى فيه قطع بصل صغيرة، فممكن تتحمر بسرعة، فبشيلها الأول. كده قربنا نخلص البصل. وتحاولي تقطعيه كله سمك واحد عشان ما تبقاش حتة تقيلة، حتة تخينة وحتة رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اول ما يخرج من على النار احط عليه معلقة كمون صغيرة واقلبها فيه. وبعد كده بركنه على جنب زي ما انتوا شايفين. طالعة جميلة ومتحمرة وكمان بتقرمش. هنعمل هنا مع بعض الشطة الزيت. معانا معلقة زيت وعليهم معلقتين شطة كبار. اول بس ما تبتدي زي ما انتوا شايفين كده تاخد سخونية الزيت، بنزل عليهم بمعلقة صلصة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وبقطع عليهم طماطمية زي اللي بره بالظبط، وبخليها تاخد غلوة وبعد كده بقفل عليها. هنا بقى دقة التوم. معانا التوم المهروس اللي احنا كنا حاطينهم، ومعاهم كزبرة وكمون وملح
وبقلبهم كويس، ومعلقتين خل طبعا، ولو في ليمون نص ليمونة، وبديهم غلوة على البوتاجاز واطلعهم بعد كده. بتبقى الدقة معايا زي ما انتوا شايفين كده معايا خلصانة وجهزت. معانا هنا بقى حلة فيها زيت، طبعا زيت سخن. هنزل عليهم بالبصل الصغير، وبرضو بحط عليها ربع معلقة ملح صغيرة جدا عشان البصل معايا ما يتحرقش زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بنزل عليهم بالمية، اسيبهم يغلي المية بس تسخن، لان انا مش غالية المية دي، انا جايباها من الحنفية على طول. وبعد كده بحط عليها طبعا كمون، معلقة كمون كبيرة، وبنزل عليهم بالعدس. وبعد ما يغلوا شوية كده بروح نازلة بالعدس الأصفر، لأن العدس الأصفر ما بيستحملش زي العدس بجبة. والعدس الأصفر ده كل المحلات بتعمله بره كده، بتحط مع العدس بجبة وعدس أصفر، وبيدي طعم وريحة ولون للرز جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده هسيبهم ياخدوا غلوة، وبعد كده هنزل عليهم بالرز وبالشعرية بتاعتي. يا ريتكم تجربوه على طريقتي وتقولوا لي رأيكم ايه. يا رب طريقتي تعجبكم. هننزل بالرز، وبعد كده بالشعرية اللي احنا حمرناها، وهنقلبهم كويس. وبعد كده بنشوف مقدار المية اذا كان محتاج مية تاني ولا لا. كده انا معايا المية تمام. هغطيه طبعا، احنا حطينا له الملح. طبعا زي ما انتوا عارفين بعد الرز ما بيتشرب بنوطي عليه شغلة صغيرة جدا كده. الرز معايا استوى. بنحط الطبق معلقتين رز على معلقة مكرونة على معلقتين صلصة والورد بتاعنا والحمص، وطبق سلطة جميل زيكم كده. ومعانا هنا طبق صلصة. يا ريت بقى ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.